لأن الولي الصالح إلا قصدتيه فالله تعالى هو المقصود. لهذا كدير الطقوس وكتجيب الذبيحه. لاله عائشه البحريه من وليه من اولياء الله الصالحين، هي كتعطي البركه، ولكن الله اللي كيعطي البركه. هي الله يرحمها، ولكن بقى مع البركه ديال الله. كيجيو لها الناس من منطقات كبيره باش يجيو على حساب الزواج، واللي عندها العكس، واللي عندها التابعه، واللي عندها العين، واللي كتأذى كتجيب اولياء الله الصالحين لاله عائشه البحريه بجهد الله والوالدين. لاله عائشه البحريه هي اللي كتداوي. هكذا تيقولوا بعض الناس قاصدين والمقصود الله، يعني قاصدين الولي الفلاني على لأن هذا الولي له جاه عند الله وله مكانة عند الله ومن الصالحين ومن العباد ومن الزهاد، وحنايا عندنا الذنوب وعندنا المعاصي ومقصرين في طاعة الله سبحانه وتعالى ومقصرين في عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الولي هو واسطة بيناتنا وبين الله سبحانه وتعالى، تنستشفعوا به وتنستبركوا به. كيجي الانسان يستبرك من الضريح الحوائج ويقدم الحوائج الى الله سبحانه وتعالى، فالقاصدين والمقصود هو الله، هكذا تيقولوا بعض الناس. وهذا هو عين الشرك. كفار مكة وكفار قريش اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم باش يحاربهم وباش يقاتلهم وباش يدعيهم للتوحيد، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم اتقوا الله، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. شنو قالوا ليه؟ قالوا ليه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. بمعنى حتى كفار قريش حتى كفار مكه حتى هما كانوا تيقولوا بان هاد الاولياء وهاد الصالحين اللي تنعبدوهم وهاد الانداد اللي متاخذينهم حنايا راه شفعاء عند الله سبحانه وتعالى وواسطة بيناتنا وبين الله سبحانه وتعالى، تتقربنا لله سبحانه وتعالى، تنستشفعوا بها وتنستبركوا بها. هذا اللي كانوا تيقولوا كفار قريش. فاللي تيقولوا هاد الناس دابا الآن قاصدين والمقصود الله ويستبركوا به ويدعوا من دون الله باش يرفع عليهم الحوائج وتتاخذوه واسطة، وأنه تشفع ليه باش يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى ويدعيهم، فهذا هو عين الشرك اللي كان عليه كفار قريش. وهذه هي الحجة ديال كفار قريش من جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم للتوحيد وحذرهم من الشرك اللي واقعين فيه. والدليل على هذا الأمر هذا والدليل على أن هذا هو الفعل وهذا هو القول اللي كان عليه كفار قريش ما ذكره الله سبحانه وتعالى وما حكاه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عنهم. قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، الحجة ديالهم شناهي؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب الله سبحانه وتعالى باش حكم عليهم؟ قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. حكم عليهم الله سبحانه وتعالى بالكفر وبالكذب، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله سبحانه وتعالى باش حكم عليهم؟ حكم عليهم بالشرك وأن هذا فعل شركي وأنهم مشركون. فقال الله عز وجل قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.